القتل والاغتيال كانت وسيلة سياسية ودينية، كل ده عشان يرسخوا معتقداتهم وينشروا الخوف في قلوب أعدائهم. ونيجي بقى لأفكار ومعتقدات الإسماعيلية النزرية، بين قوسين الحشاشين. عقيدتهم الشيعية النزرية بتعتمد في الأساس إن ليهم إمام، الإمام ده معصوم، ودي في معتقدات الإسماعيلية. غير إن هم كمان بيعتقدوا بحاجات غريبة، زي مثلا بفكرة التناسخ وحلول الأرواح، وده مأخوذ في الأصل من العقيدة الطائفة العلوية. مش بس كده، دول كمان ألغوا العمل بالشريعة وأسقطوا كمان التكاليف. ولو كنت فاكر إن الإسماعيلية النزرية بتعتمد فقط على التعصب الديني تبقى غلطان. أحب أقول لك كمان إن توجهاتهم بتميل إلى التعصب السياسي. فمثلا كان ليهم وسيلة للاغتيال بتعرف باسم الاغتيال المنظم، عن طريق بقى إن هم يدربوا أطفال على الطاعة العمياء والإيمان الكامل بكل ما يلقى إليهم. وكانوا بيدربوهم على الأسلحة المعروفة زي مثلا الخناجر. ومع تدريبهم على القتل كانوا بيعلموهم الاختفاء والسرية. يعني مثلا الفدائي اللي بيقوم بمهمة الاغتيال بيقتل نفسه على انه لا يبوح بأي سر من اسرار طائفة الحشاشين. علشان كده اعتبرت طائفة الحشاشين هي طائفة فظيعة جدا ومرعبة أفزعت العالم الإسلامي.